ودوا الشاهد الى جمعيه شبد وينقلونه من مكان الى مكان، يبونه يعترف بانه في مشروب وفي مخازن وهو ما عنده، لكن من كثره الضرب والتعذيب كان يروح يقول لهم ايه في المكان الفلاني، يروحون الى هذا المكان يطلع ما في شيء. فايش يقول؟ وقالوا لي تبشروننا وتودونا وتجيبنا على الفاضي، يقولون حق الشاهد. فقلت لهم ان انا احس اني بموت. فقال واحد منهم عادي، الضباط اللي يقول عادي اعطيك ابره واحطها بسيارتك على اساس انها جرعه زايده. الاخ وزير الداخليه وانا اعرفك عز المعرفه، لا يمكن ان تقبل بالامر اللي بقوله الحين اللي قلته ولا شيء بانه يحصل في دوله دستور مؤسسات. وبعدها رشون علي ماي، وبعدها لبسوني دشداشتي ورجعوا علقوا ايدي مره ثانيه، وظليت معلق لثاني يوم الظهر. فسمعت صوت محمد غزاي الميموني، هذا الشاهد صاحبه، فسمعت صوت محمد غزاي الميموني يقول ابي ماي وكان يون. فشاهدت واحد منهم فاخرج كلمه ويقول حق محمد غزاي تعال اشرب. البراك والغانم نائبان لم يختزلا القضية في تصريحيهما، إنما كان للعديد من النواب تصريحات وصور تحدثت عن مشاهد تعذيب أخرى. وخرجت من الجلسة روايات تحكي فصول قصة التعذيب. وإزاء تصريحات النواب ومطالباتهم وزير الداخلية بالتحرك الفوري والجاد لإنزال العقوبة العادلة بحق قتلة الميموني، كان للوزير كلمة داخل القاعة ترجمها خارجا، وعد من خلالها النواب أنه سيعمل على مقاضاة قتلة الميموني بعد أن شكل لجنة تحقيق من الفتوى والتشريع لتكون لجنة محايدة يخرج منها أسماء المتورطين بجريمة القتل. طلبت من مجلس الوزراء علشان أبعد وزارة الداخلية عن كل ما يدور وعن الهمس واللمس، فطلبت هذه اللجنة برئاسة أحد القضاة من فتوى التشريع ومع زميلين، وراح أعطيهم الصلاحية الكاملة حول الموضوع هذا، وراح أخليهم يدخلون في الوزارة ويحققون، بالرغم أني أنا على ثقة من كل العاملين لدى الوزارة كلهم، أنا على ثقة فيهم، ولكن أرفع عنهم أي إحراجات في المستقبل طلبت هذه اللجنة، وإن شاء الله راح تتم في القريب إن شاء الله. لا جرائم